بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بحضراتكم في فيديو ان شاء الله الرحمن. النهارده 15 شعبان 2023. كل عام وانتم بخير. بمناسبه شهر شعبان باذن الرحمن، النهارده منتصف شعبان، هنعمل عرض لمده يومين. العرض هيكون ان شاء الله الرحمن النهارده الثلاث، هيبقى الاربع والخميس. تمام كده؟ العرض احنا النهارده في شغل كتير، يعني الواحد بس في الاسبوع ده اول شويه حاجات كتيره، فمفيش تركيز معايا شويه. فهنعرض النهارده كل الشاشات الزد، كل الشاشات الايديت والجرافيك الزد، من اول 1500 الزد 24 اي لغايه 6000 جنيه ل 32 بوصه الزد 32 اكس. تمام. بص يا خالد، احنا عندنا الديل الالترا شارب، عندنا اليو 24 17 وعندنا اليو 24 15. في يعني بص، هو عامه في موديلات بفضل الله كتير، بس انا النهارده الفيديو انا اللي مش مركز، فهخليني في فئه واحده فقط لا غير. هخليني في فئه اتش بي، اعلى فئه اللي هي زد. عندي زد اس وزد اي وزد ان وزد اكس. تمام كده؟ احنا عارفين ان فئه الزد فيها كتير جدا، زد اي زد اكس زد ان زد اس زد كيو، ففي حاجات كتير. هنبدا اول حاجه على طول بسم الله من اول الزد 24 اي. دي جالي منها، موجود منها ان شاء الله الرحمن النهارده في منها 50 قطعه. تمام، بالقعده الاصليه زي ما هي كده. فالناس بتقول انا عايز الشاشات وش وظهر زيرو. يا اخوانا ده استيراد استعمال، فانت الناس بتيجي تطالبني انا عايزها زيرو وش وظهر. انا ما عنديش زيرو، هو انا جايب حاله نظيفه، واحنا التيست اللي بنقول عليه فرز اول هنا مفيش بصمات، مفيش سكرتشات، مفيش تجاريح. رقم واحد، الشاشات اللي هي بتكون باللون الاسود كمان بتنضف، يعني سهل ان هي تتنضف، سهل جدا طالما الفريم بتاعها اسود. تمام، والقعده بتكون سودا، بتنضف بطريقه كويسه، بترجع زي كسر زيرو. بس انا ما اقدرش اوعي الزبون اقول له زيرو، لان الزبون بيبقى عشمان، فانت بتقول لي زيرو هيجي يفتكرها جديده زيرو. تمام، دي 1500 اسمها اتش بي زد 24 اي دي جي 1 1920 في 1200 ريزوليشن، ابعاد 16 على 10، فيها ديسبلاي وفيها فيجا وفيها دي في اي. وريهم المكان. تمام كده، بالقعده الاصليه بكابل الباور الاصلي 1500 جنيه. تمام، بالقعده الاصليه بكابل الباور الاصلي 1500 جنيه. دي اول حاجه بالنسبه للزد زد 24 اي. طيب اللي بعديها على طول في السعر، احنا هنتكلم في السعر على طول بعد زد 24 اي. استنى، احنا ما عندناش فريمليس، ما عندناش حاجه فريمليس زد. تمام، لا جاي. هنخلينا بقى في الزد 24 ان. زد 24 ان جي 2 دي 27. الشغل لسه بينزل حالا دلوقتي، يعني انا ما استنيش لما عشان لو كده كنت هصور بالليل ومش هصور الفيديو اصلا، فقلت لا انا هصور. موجود 20 شاشه لسه واصلين حالا. اتش بي زد 24 ان جي 2 اللي هي كانت ب 2600، لا هي ب 2500 بالكابلات. الاتش بي زد 24 ان جي 2. تمام كده، هي كده نفس الشاشه اهي. اللي مش عارف يعني شكلها وبيشوفنا لاول مره، اسمها اتش بي زد 24 ان جي 2، فيها تايب سي وديسبلاي واتش دي، نفس الشاشه كده بالظبط، بس مش بالقواعد الاصليه. تمام، 1920 في 1200 ريزوليشن، برضو ابعاد 16 على 10. هات يا خالد، هات الدل ال 15. هي الدل ال 15 دي دل الترا شارب، هي نفس الشاشه نفس الابعاد، البانل بتاعها 24 بوصه و1 من 10. دي الدل 1920 في 1200 ريزوليشن، اس ار جي بي 99%، فيها ديسبلاي وفيها اتش دي. الجي 2 بقى فيها زياده تايب سي، فيها زياده تايب سي، فيها تايب سي داتا وتايب سي شحن. تمام، دي ال 15 برضو. ال 15 من اعلى الفئات في الدل الالترا شارب. دي عامله 2300 بالكابلات. الجي 2 هتبقى 2500 بالكابلات، وكل الشغل بضمان شهرين تيست في مكانك، تيست عندك في مكتبك في بيتك، وسنه على البورده، تيست استبدال شهرين. تمام، 2300 الدل، 2500 الاتش بي الزد. الزد دي شكلها ايه اهو، بس دي ال 27 مش ال 24. انا بقول عشان لسه الشغل بينزل. 2500 الفرز الاول بالكابلات. طيب كده بالنسبه لل 24 انا هاخدها بالاسعار. نيجي بعد كده للايه بقى، للزد جي 1. ناخد الجي 1 ماشي، عشان نبدا من الاول. الاسعار 1000 ونص، واحده واحده بالتدريج. زد 27 ان الجي 1 2K AH 3 اي بي اس فريمليس 2K، كل الشغل 60 هرتز. ليه ما بقولش كل الشاشات كام هرتز؟ لان كل الشغل بيجي 60، نادر لو جه 144، نادر جدا لو جه في الشغل 144.
ففي ناس بتقول لي انت ليه ما تقولش الهرتز؟ لان كله 60 هرتز. تمام. دي اي بي اس فريمليس 2 كي. العرض بتاعها اخر مره كنا قايلين كام؟ 3400. نعمل العرض بتاع 3250. 3250 الفرز الاول بالكابلات اتش دي او ديسبلاي. من هنا بقى هيبدا يا اما اتش دي يا اما ديسبلاي، لان الشغل الصغير معاه كابل الباور فقط لا غير. الحاجات اللي هي بفريم من 1500 معاها كابل الباور. هنا بقى برضو بالكابلات. طب الحامل الحمل الاصلي موجود. معظم الشغل اللي جه مش بالقاعده الاصليه، احنا بنركب لها حامل متحرك للناس اللي عاوزه تشغل افق وعمودي زي كده اهو. تمام كده اهو بالمنظر ده. برضو بنركب لها حامل اتش بي متحرك زي كده. في حامل تاني جاي. تمام. بس ده لازم ينضف، يعني ده كله بينضف. انت لو عاوز بقى قاعده زي كده بتنزل وتطلع ورا وقدام كده اهو، وممكن تشيل الحامل ده كله تعلقه في الحيط بالمنظر ده كده كده اهو. تمام اهي. اسمها اتش بي زد 27 ان الجي 1. دي الجي 1. تمام. 3250 قلنا يا خالد بالكابلات. برضه 60 هرتز 2560 ريزوليشن على 1440 5 مللي صوت استجابه. دي فيها ميني ديسبلاي ودي في اي واثنين ديسبلاي واتش دي ام اي. اس ار جي بي كام؟ 99%. كل الشغل اللي عرضته كله 24 و24 فريم وفريمليس و27 لغايه دلوقتي كله 99 اس ار جي بي و8 بت عمق الوان. لسه هنيجي بقى على 10 بت في الزد 4 في الزد 27 اس. طيب قلنا دي 3250. نيجي بقى للزد الجي 2. ما عنديش منها كتير، واللي عندي منها 3-4 شاشات فرز تاني خفيف. ايه فرز تاني خفيف؟ زي ما بقول دايما سكرتشايه خفيفه، بصمه خفيفه، وفي حاجات ما بتبقاش باينه. يعني انا بقعد اقول مثلا للعميل فيها فرز تاني، يقول لي فين فرز تاني؟ فبقعد اشاور له هنا اهو، انا مش شايف حاجه. يعني انا بحس ان انا بقيت بافور، واللي معايا في الشغل يقول لي ايه؟ يا عم انت عمال تقول فرز تاني، الناس اصلا ما شايفاش حاجه في الشاشه، بس انت شايف دي بكسلايه فبتافور وتقول فرز تاني. وفي حد بيقول كده. احنا بنقول ان احنا لازم بنعامل العميل بما يرضي الله، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه انت ما قلتليش. ما هتبانش، مش هتاثر في شغله مع ناس كتيره جدا، بس احنا واجب التنويه ولازم بقول. طيب زي ايه؟ ايه هو يا عم خالد الفرز الثاني؟ قرب الكاميرا هقول لك انا ايه هو الفرز الثاني. بص يا سيدي، ادي شاشه زي كده اتش بي زد 27 ان. ادي الجي 2. هفتح صفحه بيضاء. شايف دي؟ بقول عليها فرز تاني. في ناس شغاله تلوين. كمل انت معايا الفيديو كده حتى تصوير. في ناس شغاله تلوين ده ما بيأثرش معاها. باينه في الفيديو؟ باينه. طيب اهي هي دي. ارجع ورا سنه بقى كده بسيطه. بص بقى، خليك معايا لما اشغل فيديو. هشغل فيديو، هشغل صور، مفيش حاجه بتبقى باينه نهائي في الفيديو. استحاله ان هي هتبان. لما تشغل صفحه بيضاء او صفحه مثلا لون ثابت، هو اللي ممكن تبان معاك. خليك انت ورا بقى وكمل معايا الفيديو. تمام. عشان بس اقول كام شاشه وخلاص. يبقى دي ال اتش بي زد 27 ان جي 2. طب ده قلنا بكام؟ اخر مره كانت ب4.5. لا مش 4.5، كانت 4 250. كنت عرض عامله. الاربعه اللي فيها حاجه خفيفه 4 250 الفرز الاول بالكابلات، عشان مش جايه القاعده الاصليه، جايه برضو قواعد اتش بي كده اهو متحركه هيدروليك. تمام. دي برضو اس ار جي بي 99 8 بت عمق الوان 2560 ريزوليشن على 1440. برضو فيها التايب سي وفيها الديسبلاي واتش دي ام اي. اتش بي زد 27 ان دي جي 2. الفرز الثاني هيبقى 4 بالكابلات. الفرز الثاني الخفيف اللي فيها حاجه مش باينه او لا تذكر. طيب كده الجي 2 الفريمليس. على العلم انا عندي ديل وعندي لينوفو، بس انا قلت خلاص مش هنتكلم غير في فئه الزد عموما. تمام. معروف ان هي فئه زد اعلى فئه في اتش بي زد، عامله زي ديل الترا شارب، عامله زي فئه اليو. طيب نيجي بعد كده بقى لل 30 بوصه ال 2 كي ل 10 بت. هنا بقى هيبدا. بص يا عم خالد، دي 2 كي ودي 2 كي. ارجع ورا سنه وانزلي كده تحت شويه معلش. دي 2 كي ودي 2 كي، بس هنا بقى كثافه البكسلات اكتر. هنا 2560 على 1600، هنا 2560 على 1440. عشان في ناس بتحتار بتقول لك ال 2 كي 2560 على 1440 ولا على 1600. مش كله بينزل 1600 ولا كله بينزل 1440. دي عشان كبيره شويه 30 انش،
فمنزلها لك 1600 بكسل مش 1440، زائد ان هي عمق الوان 10 بت 1 بليون لون، لكن هنا 8 بت. تمام كده؟ عشان دي برده كبيره فيعوض لك بال 1600 وبال 10 بت يعوض لك الحجم بتاع الشاشه ده. دي 30 بوصه اسمها زد 30 اي 2560 على 1600. هنا اس ار جي بي 104%. الحاجه الوحيده اللي بصدقها وفعلا عمليه اس ار جي بي، يعني في شغل جديد طالع يقول لك اس ار جي بي 125 و140%، انا اسف يعني اي كلام. هنا اس ار جي بي 104% ده فعلا، يعني كله عارف زد 30 اي اللي شغال عليها. دي عامله 4250 الفرز الاول بالكابلات. طب العرض، لان ده كان اخر سعر، يبقى لمده يومين ب4 بالكابلات، لمده يومين بمناسبه منتصف شهر شعبان، هو ده العرض لمده يومين، الاسعار اللي بقولها دلوقتي. تمام؟ يبقى 4 بالكابلات لمده يومين. يوم ان شاء الرحمن ده خلاص قلنا برضو، قلنا ب4 صح كده عشان ما ننساش. زد 30 اي 2K بفريم مش فريملس. وفي ناس برضو لسه بتسال ايه هو الفريم والفريملس. الفريم اهو فيها هنا كده في الجناب الكفر ده، انما الفريملس اهو بيكون مثلا في حاجه بتبقى نازله كلها ما فيش، وفي حاجه بيبقى هنا كده المسطره دي فيها فريم والباقي كله من غير فريم. زد 30 اي 2K 4000 لمده يومين بالكابلات الاصليه الفرز الاول. طب لو فرز تاني في اي حاجه من ده كله اللي احنا بنتكلم فيه، طبيعي ان سعره بينزل وبيتظبط. طيب نيجي بقى لل 27 ال 4K 10 بت عمق الوان اس ار جي بي 100%. تمام؟ زد 27 اس 27 بوصه 4K 10 بت. دي كانت اخر مره ب 5250 بس للعلم دي تكلفتها عاليه قوي، مش هعرف اعمل عليها عرض، هم اللي باقي كلهم شاشتين او 3. تمام؟ فانا هطلعها معلش، دي مش عارف اعمل فيها عرض. 5250 لان في سعرها عالي قوي. 5250 بالكابلات، وهم كلهم اصلا باقيين 2 او 3. اسمها زد 27 اس 4K مش 2K 10 بت عمق الوان، فيها 2 اتش دي وديسبلاي مع مخارج اليو اس بي 3 مع صوت اوت مش ان، مع مخرج الاتش دي 2 ديسبلاي ميني ديسبلاي. الفرز الاول 5250 بالكابلات. طيب اخر حاجه الفيديو ده هيبقى سريع كده عشان ما نطولش على حد فيه. اخر حاجه هنتكلم بقى، هنعمل العرض بتاع الزد 32 اكس 4K اس ار جي بي 100%. هنا اس ار جي بي 100% وادوبي 99%. هنا برضو اس ار جي بي 100% وادوبي 98%. اسمها اتش بي زد 32 اكس 4K 32 بوصه. دي بقى فئه، دي اللي هي زد اكس، اعلى فئه بقى في الزد كله زد اكس 32 بوصه 4K. برضو البانل بتاعها بي ال اس من انتاج شركه سامسونج، بي ال اس. تمام كده؟ هو مفيش فرق بين اي بي اس وبي ال اس. يمكن الحاجه الوحيده في البي ال اس ان يقال ان هي موفره للطاقه شويه، واحنا كده بندفع كهرباء كتير الحمد لله. تمام؟ دي المخارج اللي فيها، اسمها زد 32 اكس 32 بوصه 4K. تضحك انت، انا عارف ان انا مش مركز فعمال عمال اقول الفيديو سريع. تمام؟ فقلنا بس احنا عشان قلنا نعمل فيديو فنعمل فيديو كده. في حاجه احنا ناسينها، انا ناسي كتير وفي شغل ما قلتوش كتير، بس كده احنا في فئه الزد عرضنا 5 أو 6 موديلات فئه الزد والعرض لمده يومين. طب الدل والحاجات اللي انت ما قلتهاش هتخلي عليها عرض، هينزل 100 جنيه. يعني لو انا مثلا قايل دي 2300 لمده يومين هتبقى 2200. تمام كده؟ على كل الشاشات العرض، في كل الشاشات. يبقى انت عندك عرض في كل الشاشات لمده يومين. اللي انا قلته اسعاره اهي، وال 24 بوصه الفريملس هتنزل 100، ال 2K هتنزل برده 100. تمام كده؟ الجوجل والدل يعني والكلام ده كله. معلش برده انا اسف ان انا بعتذر ان انا مش مركز خالص. عندنا ما شاء الله واحد رجله مكسوره، وواحد ابنه دراعه اتكسر، وحاله وفاه، والعيال تعبانين، وفي شويه دربكه كده. اللهم لك الحمد، نحمد ربنا على كل حاجه. فتعذرونا بقى ان انا مش مركز قوي. ان شاء الرحمن يوم الثلاث هي العزومه، والهديه ان شاء الله يوم 12 في الشهر. واشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.